الدول، بحيث أن تلقينا أكثر من 26 طلب مشاركة، وتكلفت اللجنة المنظمة بفرز هذه الطلبات، واختارت من بينها نتيجة ضيق الوقت اختارت من بينها 9 عروض مسرحية. من بين هذه التسعة كانت ضمنها 6 فرق دولية من كل من إسبانيا وإيطاليا والتشيك وروسيا وفلسطين ومصر وتونس عفوا، و3 فرق وطنية أي مغربية. من بين كذلك ما تميزت به هذه الدورة هو الإقبال الواسع للجمهور سواء من الطلبة أو من عموم ساكنة أكادير على المهرجان، وذلك نتيجة جودة العروض التي قدمت. هنا أذكر العروض التي قدمت سواء من الدول الأجنبية أو الدول أو الفرق الوطنية، بحيث عالجت مواضيع الساعة وعالجت مواضيع تشغل بال المواطن وتشغل بال إنسان هذا العصر. ومميزات كذلك من مميزات هذه الدورة هو أننا بعد فترة دامت 3 أو 4 سنوات كنا قد اضطررنا لنقله إلى أحد الفنادق، وعدنا به الآن أو هذه الدورة إلى قاعة بلدية أكادير التي لها موقع استراتيجي بالنسبة للجمهور وبالنسبة لساكنة مدينة أكادير. شكرا جزيلا.